السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. تحدث مدرب غالاتا سراي التركي أوكان بوروك عن الإصابة التي يعاني منها لاعبه المغربي حكيم زياش، والتي منعته من المشاركة في دقائق المباراة كاملة أمام كوبنهاغن. وأقصي غالاتا سراي من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا عقب هزيمته أمام كوبنهاغن ب1-0 لحساب الجولة الأخيرة من المنافسة القارية. وقال المدرب التركي في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة: زياش تمكن من التدرب معنا لفترة قصيرة بالأمس، وتابع: عندما تحدثنا مع زياش اليوم طلبنا منه المساهمة لمدة 30 أو 35 دقيقة، وهو ما حصل في المباراة، حيث أحضرت ميرتنز وحكيم زياش للتسخينات في الدقيقة 55، وكانت نتيجة المباراة وقتها 0-0. واستطرد: كانت لدينا خطة هجومية مهمة لكننا لم نكن فاعلين على الرغم من أننا قمنا بعمل جيد عدديا، وكان على الفريق بكفاءاتنا أن يقدم أداء أفضل. واختتم زياش تعافى من الإصابة بنفس الطريقة لويلفريد زاها، كما عانى من إصابة على مستوى الكاحل.